الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا بلحظة. سيأتي زمان على أمتي تمات فيه الصلوات، إما بعدم الخشوع أو بالسرعة أو يقول لك والله العمل عبادة. ويشرف فيه البنيان، حدث. ويكثر فيه الحلف. حدث. تعال السؤال كده، والله والله تالله بالله. صحيح. والتلاعن، يعني الناس تلعن بعضها. موجود. موجود طبيعي، هذه موضة طبيعي. ويفشو فيه الرشا والزنا. سلم يا رب. ينتشر فيه. وتباع الآخرة بالدنيا. فإذا رأيت ذلك فالنجا النجا. قيل وكيف النجا يا رسول الله؟ قال كن حلسا من أحلاس بيتك. خليك كأنك سجادة، قطعة عصير وسجادة قديمة من الله سبحان الله. وكف لسانك ويدك حتى يأتيك الموت. وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من عرض الدنيا. سلم يا رب. حدث. أنا لا أريد تعليق ولا سبحان الله. يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه بصيرة، يعني بصير بالبصيرة، مش بصير يعني مبصر، لا بصير يعني بصير القلب يعني. نعم. بصيرة. ويمسي وما يبصر شعره، لا يرى الحق، يظلم ويخون ويأخذ الأمانات الناس ويضيعها ويمنع الميراث، يعني نسأل الله السلامة. ظلم. أنا عملت إحصائية وجدت في بلد من البلاد، لن أذكر طبعا هنا لأنها بلد مسلمة، تدخل أمهات الزوجات في حياة بناتها بعد الزواج يخرب على البنات كل زوجاتهم. أغلب الزوجات تنتهي بطلاق بتدخل الحمى. والعياذ بالله. والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلامة. جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. المصيبة السوداء عندما تغيب حقيقة الإسلام وانغلبك بالمال اللي بالعيال. لا اولا وهذه الامثال التي خربت البيوت. دعوا البيوت تعيش كما هي، لا داعي لان نضع انوفنا في البيوت. لا تسلكن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وان ذراعا بذراع وان باعا فباع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم خلفهم. انتوا عملتوا يا اوروبيين ايه؟ والله احنا اوروبيين عملنا باليه البجعه. اهو ماله؟ واحنا نعمل باليه البطه، ايه المشكله؟ عندنا بلوه زي هي برضه. احنا يا اوروبيين ناس عملنا الرقص الايقاعي، البنات ينزلوا في الحمام السباحه يبقى الايه الرقص برا وبحرا حلو. واحنا برضه عندنا رقص ايقاعي. عندنا لاعبات تنس في اوروبا مش لابسين، واحنا عندنا برضه لاعبات تنس برضه مش لابسين، وهكذا. لتتبعن سنن من كان قبلكم. ما فيش داعي يعني معذرة في التخلف فضيلة الإمام، يعني لابد أن نتطور نتجدد نغير نسير أي العصر. شيء يهدم القيم والمثل والمبادئ فهو تخلف ورجعية وجاهلية. المرأة طاقة لابد أن تستخدم في المجتمع. تستخدم قال قاسم أمين، تستخدم في مرض الله سبحانه وتعالى، تستخدم في مرض الله عز وجل. يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور. بين العجز والفجور. هتروح تلعب معانا ميسر وقمار، ولا هتبقى خايب وتروح تعيش مع زوجتك وعيالك؟ هتبقى عاجز كده وراجل اي كلام، راجل بيت كما قلت الان. دعوة جاهلية. نعم. فمن ادرك ذلك الزمان فليختر العجز عن الفجور. يقول انا عاجز، انت زعلان ليه؟ اصل هيواجه من ولا من؟ يتهم. معلش يتهم يا ابني، يفصل من عمله، يتفنش، لا تضيق عليه الدوائر. هذا كلام واقعي موجود. يا ابني رزقه مكفور عند الله. امال هو مسلم ازاي؟ هو انا عبد لله ولا العبد لغير الله؟ لله. حلو. مين الرزاق؟ الله. حلو. انا لما اعصي ربنا هيرزقني، ولما اطيع ربنا هيمنع رزقه؟ لا. بس خلاص. اذا كنت في قوم، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام 20 رجلا او اقل او اكثر، الرسول بيقول، وتصفحت وجوههم
فلم تر فيهم رجلا يهاب الله عز وجل فاعلم ان الامر قد حضر. الساعة ها؟ الساعة أي أمر؟ خلاص بالساعه. حان حينه. يعني ما تلاقي مثلا سلم يا ايه رب. 1000 شاب ما شاء الله، شباب الصحوه او مش الصحوه، شباب من الامل الامه، وقاعدين مع راقصه رايحين يمين وشمال. وقال 20 هذا. لا 20 اكثر اقل. في 20,000 لا طبعا. الاستاد. فيظهر شرار امتي على خيارهم حتى يستخفي منهم المؤمن كما يستخفي المنافق فينا اليوم. الله. المدينه كان فيها كم منافق؟ 17. صحيح. عبد الله بن ابي وما كان احد يعرفهم. وسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفه بن بس خلاص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحذيفه بس. نعم. فدول بيستخفوا، يعني لا عمر يعرفهم ولا ابو بكر ولا عثمان. حتى عمر سأل عن اسم بالضبط كده. يعني. المؤمن يختفي الان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كما كان المنافق يختفي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حدث ام لم يحدث؟ حدث. طيب يبقى ده صدق رساله ولا مش صدق رساله؟ صدق. جميل جميل. خد يا سيدي كمان. طبعا معروف قضيه ال 1400 اللي كانوا في